في قرية صغيرة من محافظة البحيرة كان عايش رامي، شاب بسيط معروف عنه الطيبة والاجتهاد في شغله. بيصحى من بدري يشتغل في أرضه على الجرار علشان يوفر لقمة العيش لمراته فتحية وولاده الصغيرين. رامي كان شايف إن حياته مستقرة، لكنه ما كانش يعرف إن في بيته في نار بتولع من وراه. فتحية بدأت تحس بالملل من حياتها، وبقيت شايفة إن تعب رامي وانشغاله مش مديها الاهتمام اللي هي عايزاه. في الوقت ده ظهر في حياتها جمعة، جارهم اللي كان بيبان عليه إنه رجل جدع وبيساعد الناس، ولكنه استغل الفرصة وبدأ يتقرب من فتحية بكلام حلو وضحكة بريئة لحد ما بقت بينهم علاقة كاملة. العلاقة بينهم ما وقفتش عند الكلام ولا النظرات، لكن اتطورت لمقابلات في الحقول ومكالمات في نص الليل. فتحية كانت عايشة صراع كبير بين إنها تبقى مع جوزها الطيب الغلبان اللي مش مؤثر معاها في أي حاجة، أو مع جمعة اللي خلاها تحس إنها لسه مرغوبة. حاولت تضغط على رامي إنه يطلقها علشان ترتبط بجمعة، لكنه رفض، وده خلاها تفكر بطريقة أخطر شوية. هي وجمعة قعدوا يخططوا إزاي يخلصوا من رامي، وكان الاتفاق إنهم يستنوه في يوم من الأيام وهو راجع بالجرار ويخلصوا عليه من غير ما حد يشك فيهم. الليلة اللي حددوها كانت ليلة هادية، ما فيهاش قمر ولا نور غير لمبة الجرار. فتحية وقفت فوق السطح بيتها تترقب وصول جوزها، وعينيها مليانة توتر وخوف، ومعاها التليفون بتكلم جمعة وتبلغه أول بأول. جمعة كان مستني في الطريق، وكل ثانية بتعدي بتقربه من اللحظة اللي هتنقلهم من مجرد خيانة لجريمة قتل مدبرة. رامي كان راجع بيته زي كل مرة، مش عارف إن مراته وعاشقها محضرين له نهاية مأساوية. رامي قرب من البيت والجرار منور الطريق قدامه، وفتحية من فوق السطح بلغت جمعة بالوقت. جمعة اتحرك ناحية الطريق وبخطوات سريعة راح يقابل رامي. في لحظات قصيرة حصلت المواجهة اللي انتهت بأن رامي وقع ومرجعش بيته تاني. فتحية بدأت تصرخ وتعيط قدام الجيران وتقول إن جوزها وقع بالجرار، والناس صدقوا في الأول إن دي مجرد حادثة، لكن لما الشرطة وصلت والطب الشرعي كشف الجثة اتضح إن في ضربات واضحة في دماغه قبل ما يغرق. الشبهات كلها توجهت ناحية فتحية، خاصة إن الجيران كانوا واخدين بالهم إن علاقتها بجمعة، والتحريات جمعت مكالمات بينهم وشهود شافوهم مع بعض في أوقات غريبة، والشرطة بدأت تضغط عليهم. ولما جابوا جمعة في التحقيق ما قدرش يستحمل وانهار واعترف بكل حاجة، وقال إنه اتفق مع فتحية على التخلص من جوزها، وإنها كانت بتخطط معاه خطوة بخطوة. لما واجهوا فتحية بالأدلة ما قدرتش تنكر، واعترفت هي كمان بالتفاصيل. الاتنين اتعرضوا للمحاكمة، والقضية بقيت حديث القرية كلها. الجيران اتحولوا لشهود، وأهل رامي وقفوا قدام المحكمة شايلين وجع وفقدان ابنهم. المحامين حاولوا يخففوا عنهم، لكن الأدلة والاعترافات كانت واضحة. المحكمة أصدرت حكمها بالإعدام فتحية وجمعة بعد ما المفتي
وافق على الحكم. الخبر نزل زي الصعقة على كل اللي كان يعرفهم. بيت رامي اتخرب وولاده اتشردوا من غير أب ولا أم. القرية كلها بقي بتتكلم عن الخيانة اللي انتهت بجريمة، وعن ازاي لحظة ضعف ممكن تمسح حياة إنسان وتدمر عيلة بالكامل.